السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انتم كتشوفوا هذا الفيديو. الاقتراح ديالنا لهذا النهار وجبه غداء بالسردين. الناس عشاق السردين، مرحبا بكم. عندي الوصفه ديال اليوم غزاله كتحمق. اللي ما كتبغيش السردين غاديه تولي كتبغيه وغتاكلو ان شاء الله، واللي كتبغيه غادي تحماق عليه بهذه الطريقه اللي غتشوفوا معايا. السردين المعمر كيجي غزال، وغادي نرافقو بسلطه مغربيه بارده وسلطه بايبلي اولا القمح سخونه. وما نسيتش ليكم حتى عصير منعش ومغذي. مكونات جد بسيطه، خليكم معايا حتى الاخير وما تنسونيش من تشجيعاتكم. بسم الله على بركه الله. غسلت السردين وخليته هكذا كيتسقطر، ودرت قزبر ومعدنوس مفرومين، درت معاهم الثومه مطحونه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الابزار، الملحه وشويه ديال الكمون والهريسه وشويه ديال التحميره. بالنسبه للهريسه كتبقى اختياريه ولكن كتجي زوينه وكتعطي واحد المذاق اللي تيكون زوين. صافي ودرت معاهم عصير الحامض وزيت الزيتون وخلطت هذيك الشرموله. بالنسبه لهاد الشرموله راه معروفه، شرموله مغربيه تيديروها تقريبا كل شيء الناس في المغرب هكذا. بالنسبه للسمك، صافي خديت هذاك السمك ديال السردين وبديت هكذا تندير فيه شي شويه، ما تنعمروهش بزاف، تندير فيه غير واحد القياس هكذا ماشي عامر بزاف. صافي غادي نبقى مستمره هكذا حتى نكمل هذيك الكميه كلها اللي عندي، وتنحطهم منين تنديرهم تنحطهم هكذا في طبسيل. هذه هي الكميه اللي عندي. خديت البطاطا سلقتها مع شويه ديال الملحه صافي، ومعكسها هكذا بالفرشيط اولا بهذيك الالانات اللي كتمعتوا بها البطاطا. صافي وزدت معاها هذيك الشرموله. بالنسبه لهذيك الشرموله في الاول فاش توجدوها خصكم توجدوها تكون كثيره شويه، كديروا منه هكذا في السمك في الاول والبقيه كديروها مع ديك البطاطا. خلطت مزيان هذيك الحشوه ديال البطاطا مع هذيك الشرموله صافي، ودرت واحد الطبيسيل اللي درت فيه شويه ديال السميده، هذيك السميده رقيقه صافي. وبديت هكذا تنشكل بحال الشكل ديال الحربون، يكون صغير على قد هذاك السمك ديال السردين اللي عندنا، وتنديرو هكذا وسط هذاك السمك ديال السردين كيف ما واضح لكم في الفيديو. وتنفند هذاك السمك هكذا في هذيك السميده الرقيقه صافي، وتنديرو في هذاك المول اللي غادي يطيب فيه هذا السمك السردين. بالنسبه للمول راه دهنته غير بشويه ديال الزيت النباتي صافي، هو اللي درت لي صافي، ما درت لي حتى شي اضافه اخرى، دهنوه غير شويه هكذا بالزيت صافي. غنبقى مستمره حتى نكمل هذيك الكميه كلها اللي عندي. بالنسبه للطريقه راه واضحه لكم في الفيديو مزيان صافي. من بعد ما كملت هذاك السمك كله اللي عندي، حاولوا هكذا تقربوهم لبعضياتهم صافي. جبت هذيك الرشاشه ورشيت من فوق منه شويه ديال الزيت صافي، وغادي ندخلو الفران يطيب، يكون الفران سخون مزيان صافي. راه ما تياخذش الوقت بزاف، تقريبا واحد ربع ساعه ما كاملاش. دابا غادي نوجد معكم هذيك السلطه ديال ايبلي. خديت واحد الطنجره درت فيها زيت الزيتون، ودرت معاها خيزو قطعته مربعات صغار، والبصله مشلطه وشويه ديال الملحه اولا البصله مقطعه هكذا مربعات صغار صافي. وغادي نبقى تنشحر مزيان هذيك البصله مع هذيك الجزر مزيان على نار كتكون مهيله حتى يبان ليا هكذا بداو تيدبالوا صافي. وتنضيف عليهم هذاك ايبلي، وتنضيف عليهم واحد المعلقه صغيره ديال الزبده صافي. وتنمرق هكذا بالماء مغلي. انا مرقت بالماء مغلي غير هكذا باش نسرع زعما طياب دغيا دغيا صافي. وضفت معاه بالنسبه للتوابل شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال الملحه طبعا راه درتها في الاول، وشويه ديال الابزار وشويه الهريسه شي شويه ما كثرتش بزاف صافي. وضفت معاهم القرعه الخضراء حتى هي مقطعه مربعات، وصلصه ديال الطماطم، وخليت كل شيء كيطيب. دابا غادي نوجد معكم البطاطا فريت. بالنسبه لي انا تنقول بطاطا فريت، ولكن راني تنديرها غير في الاير فراير، ما كنديرهاش في تندير مع شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه، تنخلطها مزيان تنديرها في الاير فراير. ما بقيتش كنقليها مده هذه، ما بقيتش كنقليها اما تنديرها في الفران اولا في الاير فراير، وغالبا تنديرها غير في الاير فراير
صافي حتى هي غادي ندخلها هكذا كطيب. انا تبعت معاكم هكذا الفيديو في المونتاج كيف ما انا طيبت الغداء، فاش ندير لكم في المونتاج هكذاك بالحاجات اللي بديت بيهم وشنو تبعتهم وشنو هكذاك مشيت معاكم انا مرحله بمرحله. صافي دابا غادي نوجد ديك الشليضه مغربيه، غادي نديرها بالخيار والمطيشه والبصله والفلفله شويتها. صافي غادي نقطعها هكذا مربعات. بالنسبه للمطيشه راني قشرتها وحيدت لها هذيك الزريعه اللي كتكون فيها صافي، وغادي نقطعها هكذا مربعات كلشي صغيره. ديال الشلاضه المغربيه راه معروفه كلشي تقريبا عارفها، كتجي زوينه ومنعشه حتى هي. صافي خليتها هكذا. ودابا ضفت شويه ديال الزبيب. بالنسبه لي انا عندي الزبيب الابيض، نتوما تقدروا ديروا اي نوع ديال الزبيب متوفر عندكم. ضفتو على هذيك ايبلي وهذيك الخضره اللي درت معاه صافي، وغطيت عليه وخليته هكذا باش يشرب شويه هذيك المرقه اللي فيه ويكمل الطياب ديالو. دابا غادي نوجد معكم العصير. بالنسبه للعصير درت 2 ليمونات قشرتهم وحيدت ليهم العظم، ودرت بنانه، ودرت شويه ديال المونغ كان عندي في المجمد، ودرت نص حامضه حتى هي، ودرت معاهم 5 المعالق صغار ديال سكر سنيده، ودرت يطرون لاروب ديال الماء صافي. وغادي نطحن الكل مزيان. بالنسبه لهذا العصير ملي طحنوه تقدروا تصفيوه الا كانت المولينيكس ما كطحنش عندكم مزيان، اما الا كانت كطحن مزيان ما تحتاجوش كاع تصفيوه. يعني انا عندي المولينيكس صراحه زوينه، ما كنصفيش العصير قليل فين تنصفيه، غالبا ما كنصفيهش مزيان، غير بغيت نزرب زعما وصافي وتنخلي فيه هذا. دابا غادي نحط الغديوه ها وجدات. بالنسبه لهذيك السلطه درت معها شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، وشويه ديال زيت الزيتون. هذاك زيت الزيتون راه ديال المغرب صافي. وغادي نحطها هكذا في الطبيسلات نسربي الغديوه. المهم بالنسبه للطريقه ديال الدريساج كيفاش تحطوه ولا كيفاش هذا راه كتبقى اختياريه، كل سيده تقدر دير زعما تحط بالشكل اللي تيعجبها واللي مناسب ليها. صافي حنايا جوج الناس حطيت هكذا الطبيسلات، حطيت هذيك السلطه ديال الايبلي حتى هي راه كتجي زوينه حطيتها في الوسط صافي. ودرت البطاطا هكذا من هنا ومن هذا القنيته ومن هذا في الطبسيل، حطيت في الطبيسلات هكذا مربعين. غادي نحط هذيك الطاوه ديال السمك السردين هكذا في الوسط باش نلقى كيفاش نحط زعما براحتي، زعما باش نبقى نحط هنا وهنا باش نحط داكشي مقاد. واحد الطبسيل ليا توصيل العماد. ايوا المهم غير جربوا هاد السمك ديال السردين بهاد الطريقه راه غادي يعجبكم وغادي يجيكم بنين. واخا تكونوا ما كتاكلوش عماد الصراحه راه ما تياكلش السردين، ولكن اليوم تغدى معايا هاد الغديوه اللي درت. واخا الصراحه طيبت ليه واحد سميتو باش نكون صريحه معكم، طيبت ليه واحد الفخذ ديال الدجاج، ولكن كلاه هو يذوق السردين وعقب كلاه معايا حتى السردين قال لي صافي راه زوينه ناكلو. واخا ما تياكلش هو الصراحه ما عندوش معاه. صافي العصير ها هو وجد. وهذا هو الغديوه ديالنا. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. كيف ما قلت لكم غير جربوا السمك ديال السردين بالطريقه. وهذيك السلطه ديال ايبلي راه في عوض ايبلي تقدروا تعوضوه بس بالروز، ولكن بايبلي راه كتجي زوينه. والبطاطا فريت انا راه ما بقيتش كنقليها راه قلتها لكم. والسلطه مغربيه حتى هي راكم عارفينها كتكون منعشه ولذيذه. وهكذا مع السمك راه تنحتاجوا العصير وتنحتاجوا هكذا السلطه اللي كتكون منعشه. وهذا العصير حتى هو راه خاطر وبنين ولذيذ. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، تنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو وصلوا لعدد كبير من لي لايك، بارطاجيوه مع الاصدقاء ومع الاحباب. وكنبغي نرحب بالناس اللي انضموا للقناه جداد، مرحبا بكم والف مرحبا. خليت لكم الراحه، بسلام عليكم.